إذا سألت أي متابع لكرة القدم حاليا على مستوى كرة القدم العربية وتقول له مين أبرز منتخب متواجد حاليا عربي ممكن يحقق شيء في بطولة كأس العالم، بدون أي تردد راح يقول لك المنتخب المغربي، قياسا لعدة أمور: نوعية اللاعبين والاستمرارية، بالإضافة إلى الإنجاز اللي تحقق في النسخة الماضية من كأس العالم، بالإضافة إلى التصنيف الحالي اللي يتواجد فيه السابع عالميا. لو سمحت بعد إذنكم، ما بدي أسمع أي مقارنة بفريق أو منتخب بالمنتخب المغربي. المنتخب المغربي انحط باختبار صحيح، طلع متعادل مع البرازيل، والبرازيل اللي كانت بتلحقه علشان يجيب التعادل، وطلع فايز على هولندا. شو بدكم أكتر من هيك؟ نعم، جايين تقارنوا الفرق الثانية، منتخبات الثانية، مع احترامي، لكن ما حدا يقارن. السلام عليكم. ما في مقارنة بالأساس بين المنتخبات العربية مع المغرب. الناس تزعل يعني. لا أنت عارف يعني، لا تقارن المنتخب الجزائري الشقيق مع المنتخب المغربي، ما في مقارنة بالأساس، أو حتى المنتخبات الثانية. مهما تكلمت مهما قلت اليوم ما في. الأرقام تشهد. نعم صحيح. التصنيف أيضا يشهد على ذلك. نعم. التصنيف اليوم المنتخب المغربي بالتوب 10 تتكلم أنت، أفضل 10 منتخبات وهو المركز السادس. فبالتالي اليوم الرقم صعب انك توصله. اذا تبغي توصل لهالمرحله عليك انك تعمل وتجتهد. فبالتالي اذا انت عملت واجتهدت ووصلت لهذه المرحله، الكل بيصفق لك والكل بيقول بيشيد في عملك. نعم. وبيشيد في مجهودك. لكن اليوم المنتخب المغربي يخرج خارج السبع عبد الله. نعم صحيح. هو الافضل مقارنه مع المنتخبات الثانيه. من الظلم انك تقارن المنتخب المغربي مع هاي المنتخبات. ما في مقارنه، خلاص نغلق هذا الملف. اليوم المنتخب المغربي بالأساس. اليوم بألسنة المدربين العالميين عبد الله هو من افضل المنتخبات العالميه. شوف ايش قال عصام الشوالي على المغرب: خليتني نحلم لا انسى ما قلته يوما من الايام: قد لا تكون في حياتي ولا حتى في حياه احفادي ان يحقق منتخب عربي المونديال، ولكن المغرب فندت كل هذه المعطيات وفندت الأوهام وجعلتها واقع يا أناحي. نعم أنا أحلم. لا من جد والله، المغرب خليتني أحلم إنه هناك منتخب عربي اسمه المغرب يأخذ كأس العالم. ليه؟ حق مشروع إن المغرب يأخذ كأس العالم. منتخب قوي، منتخب يستاهل إنه يأخذ كأس العالم، منتخب في مهارات، منتخب يلعب بروح من الحارس إلى المهاجم. يعني ليه ما يأخذ كأس العالم؟ لا يأخذ. سؤال الليلة: ليش مو احنا؟ وعشان احنا نكون كذا ونصير كذا ايش نسوي؟ طبعا الكلام هذا كلام خارج من رجل غير حاسد ابدا، رجل غابط يتمنى استمرار العظمة لكم وان يكون منتخب بلده عظيم مثلكم. نبغاكم كمان تشاركونا آراءكم وحلولكم في كيفية وصولنا الى ما وصلتم اليه. كيف سويتوا؟ كيف اشتغلتوا؟ كيف كانت خطتكم بإخراج منتخبات بهذا الشكل؟ ما شاء الله تبارك الله. الله يديم عليكم عظمتكم وقوتكم وأداءكم العالي والرايق والمشرف فعلا. وإحنا السعوديين كمان يا عيال خلونا نحل ونفتش عن الأسباب. ورانا كاس آسيا بلدنا وبين جمهورنا، إحنا الجمهور اللي حنكون متواجدين لتشجيع منتخبنا في بلدنا. فالمفروض إنه الكاس ما يطلع من عندنا، كاس العالم وراح. نفكر في القادم، نفكر في المستقبل. البطولات لن تنتهي، لسه انت وراك كاس عالم قادم وكاس عالم قادم حيكون عندك. الغريب واللي يخليني فعلا أفكر كثير في هذا الموضوع إنه يقول لك النجاح يأتي لوجود إمكانيات، والإمكانيات المقصود بها الأموال. وإحنا ما شاء الله تبارك الله مع كامل احترامي لدولة المغرب ولدولة مصر، الأموال عندنا، الإمكانيات بشكل عام عندنا، النجوم العالميين عندنا، كل شيء صح يخص هذه اللعبة أصبح عندنا. إحنا صرنا المتصدرين في هذه اللعبة أموالا وإمكانياتا على مستوى العالم. فلما نجي نقول ليش مو إحنا، فإحنا فعلا مستغربين ليش مو إحنا. هل إحنا شغالين غلط؟ الفلوس جالسين نصرفها بشكل خاطئ، توجه الدعم توجه غير سليم، حتى نعدل هذا التوجه. بس نعرف إيش هو التوجه الخاطئ. كيف نصير زي منتخب المغرب ومنتخب مصر؟ تعبنا أقسم بالله، نبغى حل. حرام، أنا رجل عمري 25 سنة ما فرحت فرحة واحدة مع المنتخب. يا لطيف، الحمد لله على كل حال، وبإذن الله القادم أجمل، ولكن ليس بالأقوال بالأعمال. هنا موقع ترانسفير ماركت قيم المنتخبات وفق إمكانيات وطلعاتهم في المونديال، وقسم الى جريت، يعني بنتكلم عن عظيم، ممتاز، وبعدين يعني اتس اوكي،
وبعدين اقل من التوقعات، وبعدين ويك ضعيف. المفاجأة في الجريد، انا بتكلم عن ترانسفير ماركت، في الجريد حاطين منتخب مصر. يا الهي يا مصر، انا ابن مصر. يا مصر بتعملها ازاي؟ حاطين منتخب مصر في المنتخبات اللي تطلعات كل منتخب شيء كان عظيم، والعالم كله تحدث عن اللقاء من الارجنتين، وسجل منتخب مصر الثلاثيه، وقدم يعني منتخب مصر حجم حرفيا منتخب الارجنتين، وكل العالم بيتكلم عن كيف استطاع المنتخب الارجنتيني ان يعبر منتخب مصر. العالم باسره يعني، ما عدا طبعا يعني محبين منتخب الارجنتين. ومعاه سويسرا والنرويج طبعا اللي قدموا اداء غير متوقع وطلعوا في النهايه من المنتخب الانجليزي، واسبانيا البطله. لما اروح على الجود هتلاقي الابرز مين يعني كويس؟ فرنسا، انجلترا، الارجنتين. طبعا الارجنتين كويس ليه؟ الارجنتين اصلا بطل العالم. على فكره في منتخبات بتكون بطله العالم زي 98 2002 فرنسا طلعت صح من الدور الاول. اسبانيا 2010 طلعت من الدور الاول. الارجنتين 2002 كانت مرشحه للقب، طلعت من الدور الاول. ففكره ان انا اكون مرشح لقب اوصل النهائي شيء ايجابي، بعيدا بقى عن المشوار وسلاسته والتحاكيم، انا بتكلم من جنرال. طبعا المنتخب البلجيكي، المنتخب المغربي كمان يعني اتس اوكي، كان ممكن يعبر اكثر، وشفنا ازاي تم يعني بشكل او باخر اقصاء المنتخب الفرنسي. امريكا، المهم المكسيك، كندا. طبعا كندا والمكسيك طبعا الاوكي يعني ماشي الحال. الجزائر، السعوديه، السويد، بنتكلم عن ابرز المنتخبات. اقل من التوقعات البرازيل طبعا، فضحونا الله يلعن شيطانك يا انشيلوتي، فضحتنا. هولندا طبعا لما طلعت المنتخب المغربي. اليابان طبعا، اليابان كانت متوقع تعمل ايه؟ يعني متوقع تعمل اليابان يعني تفوز على البرازيل يعني. كرواتيا كان متوقع تعمل ايه؟ اتس اوكي. وبعدين الاردن، وبعدين لما نروح بقى ويك، البرتغال طبعا ويك، اكيد ويك على الاسامي اللي كانوا موجودين في النص، اللي ورا والقدام انساهم ما عدا رونالدو طبعا. المانيا كالعاده فضائح متتاليه. تركيا بعد تاهل يعني منذ سنوات طوال الان يعاني، يعني كل هذه الاشياء. العراق، انا رايي العراق يعني من زمان جدا ما تاهلش، فطبيعي يعني. تونس كان شيء كارثي. قول لنا مين المنتخب اللي يستحق يكون في ترتيب غير الترتيب الثاني؟ وجهة نظرك. وكيف مشوا الاخوان؟ كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك كومونتير اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم.